النبي صلى الله عليه وسلم كان كيدير طريقة معينة في النوم من قبل 1400 عام، وهاد الطريقة دابا العلماء كيلقاوها هي أفضل طريقة باش نعس. اليوم غنحكيو على اكتشافات علمية مدهشة كتربط بين السنة النبوية والعلم الحديث، معلومات غتسمعوها لأول مرة وغنخليكم تشوفوا النوم بعين جديدة عمركم شفتوا بها قبل. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديروا لايك سبسكرايب لهاد القناة، يمكنكم تحيدوها في أي وقت بغيتو وكومنت، ويلا نبداو. واخا نبداو بالاكتشاف اللي هز العالم العلمي. في عام 2012 اكتشف العلماء في جامعة روتشستر بقيادة البروفيسورة مايكل نيدرغارد شي حاجة مذهلة في الدماغ ديالنا سموها سيستم ليمفاتيك. هذا النظام هو بحال نظام الصرف الصحي تماما ديال الدماغ ديالنا. دماغنا كل ليلة كيدير غسيل شامل راسو بلا اي تدخل منه، يخرج السموم والبروتينات المضرة والمخلفات المتراكمة من الخلايا العصبية. ولكن الاغرب في هادشي كامل هو هذا النظام كيشتغل بشكل اساسي ملي كنكونوا ناسين، مع زيادة بنسبة ديال 60% في المساحة بين الخلايا العصبية، وهذا الشيء اللي كيسمح بالتدفق ناضي لسائل المخ الشوكي. ولكن فين كاين الاعجاز العلمي في السنة النبوية؟ هنا غتكون الصدمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل 14 قرن: كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. والحقيقة المذهلة في هذا الشيء هو أن العلماء اكتشفوا في عام 2015 في دراسة منشورة في مجلة جورنال اوف نورو ساينس أن النوم على الجانب أي بوزيسيون ليترال، خصوصا الجانب الأيمن، كيكون في تنظيف الدماغ أكثر كفاءة مقارنة مع النوم على الظهر أو البطن. والدراسة بينت أن النوم على الجانب الأيمن كيحاكي وضعية طبيعية الراحة والنوم عند الحيوانات، وأن النوم على الجانب كيكون مثالي للدماغ ديالك، أو بمعنى آخر كيدير نيتوايي للدماغ ديالك. أما الناس على الظهر ديالك فراه كتكون الكفاءة قليلة بزاف، بلا ما نهضروا على الناس على الكرش، حيت كتعتبر هي أسوأ حاجة يمكن لك ديرها إذا بغيتي تنعس. ندوزو دابا الوضوء قبل النوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. غتقولوا لي فين كاين العلم في هادشي؟ واسمع معلم، العلماء اكتشفوا أن غسل الوجه واليدين والقدمين قبل النوم أولا كينشط نقاط عصبية معينة، يعني كيحفز سيستم باراسيمباتيك المسؤول على الاسترخاء. ثانيا كيخفض الحرارة ديال الجسم تدريجيا، وانخفاض ديال الجسم كنعرفوا بأنه إشارة لطبيعي النوم. ثالث حاجة كيحفز إنتاج الميلاتونين وهو الهرمون النوم الطبيعي، هادشي معروف. رابع حاجة كيهدى السيستم السيمباتيك المسؤول على التوتر والقلق ديالك. ما نساوش أذكار ديال النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. والاكتشاف المذهل في هادشي أن علماء الأعصاب لقاو أن التكرار أو بالأحرى الريبيتيسيون ريتميك أولا كينشط موجات الألفا في الدماغ، وهاد الموجات هو المسؤولين على الاسترخاء والهدوء. ثاني حاجة كيقلل من الكورتيزول وهو الهرمون التوتر والضغط النفسي. ثالث حاجة كيحفز ديفولت مود نتورك والمسؤول على الاسترخاء والتأمل. رابع حاجة كيسرع انتقال النوم العميق بنسبة كتوصل ل 35%. وما نساوش بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كياخد قيلولة قصيرة من 20 ل 30 دقيقة في النهار، والعلم اكتشف أن القيلولة كتقلل من خطر أمراض القلب ب 34%، كتحسن الذاكرة ب 50%، كتزيد الإبداع والتركيز. وكاع المصادر ديال هادشي غتلقاوهم في الديسكريبشن ديال هذا الفيديو. ثاني حاجة نفض الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ أحدكم ثوبه فلينفض فراشه. والعلم بين أن النفض كيخرج البكتيريا والفطريات المتراكمة، كيقلل من مسببات الحساسية والروبو، كيحسن جودة الهواء في الغرفة. ثالث حاجة النوم في الظلام، يعني الظلام معلم. الإسلام كيشجع على النوم في الظلام الكامل، والعلم اكتشف أن الضوء كيوقف إنتاج الميلاتونين، الظلام كيحفز هرمون ديال النمو، حتى الضوء الخفيف كيأثر سلبيا على جودة ديال النوم. والعلماء داروا مقارنة بجوج مجموعات، المجموعة الأولى طبقت السنن النبوية كاملة في النوم، والمجموعة الثانية طبقت غير طرق حديثة فقط. والنتائج المثبتة علميا: تحسن ملحوظ في جودة النوم لدى المجموعة الأولى، وقت الاستغراق في النوم قل ب 45 دقيقة حتى 15 دقيقة، استيقاظ أثناء الليل قل بشكل ملحوظ، شعور بالراحة والنشاط في الصباح. واش كنتي عارف بأن النوم كيأثر على المناعة ديالك؟ يعني الأشخاص اللي كينعسوا قل من 7 سوايع الجهاز المناعي ديالهم كيضعف ب 40%، وكيولوا عرضة للأمراض أكثر ب3 المرات. واش كتخيل هاد النسب شحال كبيرة؟ فقط النعاس. وبلا ما نهضروا على الذاكرة، حيت النوم الصحي كيحسن الذاكرة طويلة الأمد ب 65%. واش كتخيل هاد النسبة شحال كبيرة؟ وكيساعد على ترسيخ المعلومات الجديدة، وكتزيد من القدرة على التعلم. هادشي راه ميمكنش. فقط النعاس مزيان كيدير هادشي كامل، ولكن ماشي اي نعاس، النعاس بطريقة صحيحة. وحنا كنقتاتيو بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احسن نظام نعاس يمكن لك تتبعو هو النظام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان
سبحان الله، من قبل 1400 عام النبي صلى الله عليه وسلم كان كيعطينا دليل كامل النوم الصحي. دابا العلم كيأكدو، مازال غادي تلقاو دراسات اخرى غادي تخرج من بعد وغادي تأكد هاد الهضره حتى هي. المهم التحدي ديالي ليكم هو تجربوا هذا النظام. اولا الوضوء قبل النوم، نعس على الجانب الايمن ديالك، قرا الاذكار ودعاء، ونفض الفراش ديالك، ونعس في الظلام الكامل. يلا تهلاو.